شباب، بس عشان في كذا حاجه انا قابلتها مع الطلبه، عايزك بس تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم الاول. موضوع الثانويه العامه ده انا مش مطلوب مني حاجه، مش مطلوب مني نتيجه غير ان انا اسعى، لان انا النتيجه دي مش بتاعتي، النتيجه دي بتاعت ربنا. لكن اللي مطلوب مني انا شخصيا ان انا اسعى وان انا اذاكر. يعني مثلا انا هتسال عن اللي انا ذاكرته وعن اللي المفروض كنت اعمله، مش هتسال عن النتيجه دي ليها رب، وهو اللي بيحط الدرجات، وهو اللي مسؤول عن كل حاجه في حياتك. انا مش مطلوب مني اجيب 95%، انا مطلوب مني اذاكر. بدل ما اذاكر مثلا 5 ساعات هخليهم 10 ساعات، هذاكر اكتر من هجيب اخر في الشغل. اي مجال هدخله ايا كانت الحاجه، شغل بقى، دراسه، ايا كانت الحاجه، انا اللي مطلوب مني ان انا اشتغل، مش مطلوب مني ان انا اجيب درجات او ان انا اجيب نتيجه. لا، النتيجه دي بتاعت ربنا. انت بس خلي النقطه دي في بالك، لان انت الناس ضاغطه نفسها قوي. الناس ضاغطه نفسها، طب لو ما جبتش كذا طب هروح فين، طب هاجي اعمل ايه؟ باشا انت ضاغط نفسك ليه؟ انت فتره وهتعدي، فانت خليها تعدي بدون ما تسيب اثر في نفسيتك، لان هي لو سابت اثر في نفسيتك كده كده هتعدي. خلينا متفقين ان هي كده كده ايه، هتعدي. بس خليها تعدي بدون ما تسيب اثر في نفسيتك، لان الاثر اللي في النفسيه ده مش هيعدي. الثانويه هي اللي هتعدي، لكن الاثر اللي انت سايبه في نفسيتك بسبب الثانويه العامه ده مش هيعدي. انت معايا؟ ففكره ان انا اسيب اثر في نفسيتي وان انا اجي على نفسي وان انا تعالى على نفسك في المذاكره. بدل ما تذاكر مثلا 5 ساعات اخليهم 7 ساعات، خليهم 10 ساعات. بدل ما تحل كتاب واحد، لا حل مجموعه كتب. لكن انا ما يشغلنيش انا هجيب كام، اللي يشغلني انا هعمل ايه. لكن هجيب كام دي مش بتاعتي. انا اللي عليا انا هذاكر، والله جات ما جاتش خلاص. لكن اللي مطلوب مني ان انا هشتغل. فالنتيجه دي بتاعت ربنا. فانت ما تضغطش نفسك، لان الناس ضغطه نفسها قوي. الناس ضغطه نفسها، انا هجيب كام، انا الناس هتشوفني ازاي. يا باشا انت ما تاخدش براي الناس، اصل الناس كده كده والله جبت مجموع هيقولوا ده مثلا جابها بالغش، حتى لو انت مذاكر، حتى لو انت طالع عينيك. فانت الناس كده كده هتتكلم. انت فاهم؟ ما جبتش مجموع يقول لك اهو فاشل، جبت مجموع يقول لك ده غش. ما انت كده كده ايه، انت كده كده شيل كلام الناس ده من دماغك. بس كلام الناس ده ما بيخلصش، فاهم؟ الناس هتتكلم عليك وانت فاشل، وهتتكلم عليك وانت ناجح، بس اتكلم عليا وانا ناجح احسن. انت معايا؟ ففكره ان انا هجيب كام او مش هجيب كام دي مش بتاعتي. انا اللي بتاعي واللي المفروض اعمله ان انا هذاكر. بس بدل مثلا ما تذاكر ساعه، يا عم خليهم 3 ساعات. بدل ما تذاكر 3 ساعات خليهم لا 5 ساعات. انت فاهم قصدي؟ ففكره ان انا هتسال على عدد الساعات وعلى المجهود اللي انا المفروض ابذله، مش هتسال على ان انا جبت كام. فاهم قصدي؟ بس فدي الفكره. فانت حاول تطلع من الثانويه العامه ان انت جايب اخرك فيها حرفيا، اللي هو انت ايا كان المجموع اللي انت جبته، اللي هو انت تطلع من الثانويه العامه تقول ده اخري في الشغل، ده اخري في المذاكره. اللي هو لو رجع بيا الزمن، لو الزمن رجع بيا انا مش هعمل اكتر من اللي عملته. بس ده الليفل اللي عايزك توصل له، ده الحاجه اللي المفروض انت توصل لها. انت معايا؟ اللي هو انت مش عايزك تندم. يعني مثلا لو امتحاناتك بعد 4 شهور، عايزك لما النتيجه تبان ما تندمش، تقول يا ريتني يعني كنت عملت. اصل الندم ساعتها مش هيفيد بحاجه. فاللي هو انا عايزك بقى ايه، لما تيجي تذاكر تحط في عقل بالك ان امتحانك بكره، فاللي هو انت هتذاكر اكتر. يعني مثلا صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو امتى دلوقتي لو عندك مثلا امتحانك، عندك شامل الكيمياء بكره، فتعتبر ان شامل الكيمياء ده هو امتحان اخر السنه، فهتاخرك في المذاكره فيه، بحيث ان انت تبقى داخل على امتحان الشامل مش شامل مدرس، لا ده امتحان اخر السنه. فاللي هو انت هتاخرك في اي حاجه تدخلها، في امتحان حصه، امتحان شامل، امتحان اخر السنه، ايا كانت الحاجه اللي انت شغال فيها هتاخرك فيها. شغل هتاخرك في الشغل، دراسه هتاخرك في الدراسه، ايا كانت الطريق. اصل انا عايز افهمك على حاجه، ان انت كده كده نازل الدنيا تتمرمط. احنا جايين الدنيا دي عشان نتعب. انت خليها في بالك، اصل الدنيا دي ما فيهاش راحه، الدنيا دي مش بتاعتنا. احنا بس قاعدين فيها فتره، بعد الفتره دي انت هتموت. فالراحه مش في الفتره دي، الراحه بعد لما تموت، اول ما رجلك تدخل الجنه كده انت فعلا بدات ترتاح. لكن الدنيا انت مش هترتاح فيها. اصل هو اتعب دلوقتي وارتاح بعدين، لا دي انت فاهمها غلط. اللي هو الراحه بتاعت بعدين دي، انت مش هتبقى قاعد على السرير وفاتح تيك توك والتكييف شغال حواليك والدنيا، لا دي مش راحه. انت فاهم غلط. الراحه اللي هتيجي بعدين راحه ان انت تبقى مرتاح اكتر في شغلك. بس انت كده كده هتتعب، بس تعب عن تعب يفرق. يعني مثلا تعب واحد شغال في البنى في عز الحر، ولا تعب دكتور مثلا قاعد في مكتب. الدكتور اللي قاعد على المكتب ده كده كده بيتعب، والبنا اللي هو في الحر بيتعب. فانت شوف انت محتاج تتعب بأني طريقه. هتعرف مثلا انت تشتغل في البنى في عز الحر مثلا في رمضان، لو انت شغال في رمضان في عز النهار في الحر عشان تجيب القرش،
عايز تتعب بالطريقه دي ايا كان اللي انت عايزه، عايز تقعد على مكتب وتتعب بس انت برضه قاعد في المكتب دي انت بتتعب مخك، فاهم؟ فانت شوف بقى انت طريقه التعب اللي انت عايز تتعبها. لكن فكره ان انا ارتاح دلوقتي واتعب، او اتعب دلوقتي وارتاح بعدين، انت فاهم الراحه غلط، انت فاهم الراحه، انت فاهم الدنيا غلط، انت الدنيا معاك بايظه، انت الدنيا معاك مش موجوده. بس فكره ان انت التعب انت كده كده هتتعب، فاختار الطريق اللي انت حابب تتمرمط فيه، يعني كده يعني ما تخليش الدنيا تفرض عليك طريق، فكله بامر الله طبعا. بس انت ما تخليش الدنيا اللي هو ايه توجهك شمال وتوجهك يمين، لا يا باشا انا هحدد الهدف اللي انا عايزه، حددت الهدف اللي انا عايزه همشي معاه، هتعب فيه، ده اللي هتعب فيه. لكن بس ما تفرضش الدنيا عليا طريق وتمرمطني فيه غصب عني، ما انا ساعتها مش هيبقى في ايدي اختيارات، فاللي هو انت كده كده مضطر ان انت تمشي في المجال ده، مضطر ان انت تعيش في المجال ده. لكن لا، انت دلوقتي في ايدك فرصه ما تضيعهاش. يعني انت مثلا لو سالت حد من الناس اللي هم اتخرجوا مثلا او خلصوا ثانويه عامه، الناس اللي هم خلصوا ثانويه عامه، قول له لو رجع بيك الزمن هتعمل ايه؟ هيقول لك هعمل 1 2 3 وهعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا بقى مش عايزك تتحط في النقطه دي، عايزك لما توصل بعد ما تخلص ثانويه عامه تقول انا عملت كل حاجه ربنا قدرنا عليها، فاللي هو انا ما كانش في ايدي حاجه اعملها وما عملتهاش، بس ده الليفل اللي انا عايزك توصل له، ده الليفل او ده المستوى اللي انا عايزك ايه، عايزك توصل. لكن بقى فكره ان انا هجيب كام ومش هجيب كام، لا يا باشا انت مش بتاعتك، يعني لا بتاعتك ولا بتاعت ربنا، هو اللي خلقك وهو اللي حطك في المجال ده، وطالما حطك في الثانويه العامه يبقى عارف ان انت قدها القدود باذن الله. طيب جبت مجموع ما جبتش مجموع، اتعلم ترضى، اتعلم ترضى. انت دلوقتي بتقول ان انا الحمد لله هرضى، بس هل لما تتحط في الموقف نفسه هترضى؟ هو ده اختبار من ربنا بقى. جبت الدرجات، جبت درجه كويسه ودخلت الكليه اللي انت عايزها، ربنا هيحطك في اختبار ان انت ازاي مثلا ما تتكبرش على الناس. انت جبت درجات بقى وجبت الكليه اللي انت عايزها، فانت هتشوف نفسك في طبقه اعلى من الناس، صح؟ وجبت مثلا لا قدر الله ما عرفتش تجيب مجموع، لو انت ما عرفتش تجيب مجموع ربنا هيحطك في اختبار الرضا. هل انت هترضى يا عبدي باللي انا اعطيته لك وباللي انا رزقتك بيه ولا لا؟ بس دي الفكره يعني. فالخلاصه من الفيديو ده ان انت ما تتعبش نفسيتك ايا كان الحاجه اللي انت فيها، ايا كان الشغل اللي انت فيه، ايا كانت الثانويه العامه اللي انت فيها اولى ثانيه ثالثه، ما تتعبش نفسيتك خالص. كل اللي مطلوب منك ان انت تسعى، كل اللي مطلوب منك ان انت ايه، ان انت تذاكر، وان انت تجيب اخرك في الكتب، وان انت تجيب اخرك في المذاكره، وان انت بدل ما تذاكر 5 ساعات لا خليهم 6 ساعات، ان انت مثلا بدل ما تذاكر مثلا لا 6 ساعات لا خليهم 10 ساعات، بدل ما تحل مثلا 4 كتب لا خليهم 5 كتب. ده اللي انت المفروض تسال عنه. لكن انا هسال عن النتيجه، انا مش هسال عن النتيجه. الناس كده كده ما تحطش كلام الناس في دماغك، لان الناس كده كده هتتكلم عليك سواء عملت حاجه حلوه او عملت حاجه وحشه. جبت مجموع هيقول لك ده جايبه بالغش حتى لو انت مذاكر، ما جبتش مجموع يقول لك ده فاشل وكان بيلعب في الثانويه العامه. فانت كل اللي عليك ان انت تنفض لكلام الناس، وكل اللي عليك ان انت تجيب اخرك في الشغل. حاول تقرب من ربنا اكتر، لان انت كل ما قربت من ربنا اكتر كل ما الدنيا بقت احسن بالنسبه لك معايا. يعني انت كل ما تقرب من ربنا نجاحك بيقرب ليك. انا مش هبعد عن ربنا واستنى ان انجح، لا انسى. مفيش نجاح وانت بعيد عن الله، مفيش نجاح وانت بعيد عن الله. ولو نجحت وانت بعيد عن ربنا اعرف ان في مشكله عندك، اعرف ان انت في كارثه حرفيا. تمام. فانا عايزك بقى ايه، ان انت دلوقتي تقعد مع نفسك، تجيب ورقه وقلم وتحدد اللي انت عايزه، وتحدد صحابك اللي حواليك. صحابك دول يا هيودوك في داهيه يا هيطلعوك 7 سما حرفيا. يعني ما تمشيش مع واحد صاحبك ولا بيعزم عليك بسجاره، بيعزم عليك بحاجه، بيعزم عليك مثلا بيوديك لسكك انت مش حابب تروحها، ولا دي تربيتك ولا ده اخلاقك ولا ده اسلوبك ولا ده اللي والدك ووالدتك تعبوا عشان يوصلوك ليه. لا، انا هختار الصاحب اللي ياخدني مثلا لطريق الصلاه، ياخدني لطريق المذاكره، ان احنا نتحدى بعض على اللي يحفظ قران اكتر، ان احنا نتحدى بعض على اللي مثلا ما يسيبش الفرض لمده 40 يوم اكتر في المسجد. تمام. فانت اختار صاحبك، اختار الصديق قبل الطريق. فانت اختار صاحبك، لو اخترت صاحب صح هتشجعوا بعض للطريق الصح فهتوصل اسرع. لكن لو اخترت صاحب غلط، ان هو يشدك للشر انت تشده للخير، هو يشدك للشر انت تشده للخير، فانت كده ارهقت نفسك قوي، انت كده ارهقت نفسك. فالخلاصه في الموضوع ده ان انت هات اخرك في الشغل، صلي، قرب من ربنا اكتر. ان انت مش مطلوب منك نتيجه، مش مطلوب منك اي حاجه من الحاجات دي كلها، انت مش مطلوب منك. اللي مطلوب منك ان انت تجيب اخرك في شغلك، تجيب اخرك في مذاكرتك. بدل ما تذاكر 2 ساعات لا خليهم 4، بدل ما تذاكر 4 لا خليهم 8. متفقين معايا؟